ازيك يا عزيزي؟ اتمنى تكون بخير. حلقة النهاردة انا جاي اكلمك عن رمضان في مصر حاجة تانية. طيب هو الفنان حسين الجسمي كان يقصد ايه بالحاجة التانية دي؟ انا بقى جاي اقول لك رمضان في مصر حاجة تانية، جاي اقول لك حاجة التانية دي ايه. اول حاجة وهي الدروس في رمضان. يعني ايه درس الساعة 9 في رمضان؟ 9 الصبح في رمضان يعني. يا جماعة هنفضل نكررها، رمضان للعبادة وليس للدراسة. يا جماعة اللي هنعيده ونزيده بقى. مفيش حاجة اسمها دروس في رمضان. يعني هنسيب بقى القرآن الكريم اللي عايزين نختمه بقى ونروح الدرس، ودرس الساعة 9؟ يعني رمضان للعبادة، ما ينفعش يكون فيه دراسة، المفروض يلغوها. لا ويا ريت بقى بنلاقي حاجات عدلة في رمضان. يعني بص البنات اللي في رمضان طبعا ما فيش مكياج بقى في رمضان ولا برفانات ولا حاجة. اقسم بالله العظيم يعني انت لو شفتهم يا عزيزي هيجي لك هبوط، هيجي لك احباط من اللي انت هتشوف في رمضان. يعني ما ينفعش تكون حتى مكياج. يعني بنشوف حاجة، بنشوف قبل رمضان حاجة وبعد رمضان حاجة تانية خالص. طيب تاني حاجة وهي شارعنا قبل الفطار. انت مش متخيل يا عزيزي شارعنا قبل الفطار بيكون عامل ازاي. يعني اقسم بالله بحس نفسي جوه حرب كرموز. وما تخلينيش افطر عليك بقى وسكاكين بتسحب وانت ما تعرفنيش. ما تخلينيش اقول كلام يفطر يا عم، ما تقول يا عم كلام يفطر، ده ليك مش لينا يا عم. اه بقى وناس تصوت بقى ويا لهوي ومش عارف ايه. اه اقسم بالله والله بشوفه كل يوم. طيب بقى اول ما الاذان يقول الله اكبر، حبايب بقى ولا تعالى انت تفطر عندي، لا يا عم تعالى انت وانا بكره اجي لك وبتاع. وحبايب بقى اللي كانوا بيتعاركوا من شويه، اللي كانوا يفطروا على بعض، اه وهتلاقيهم بيفطروا بقى اول ما الاذان يأذن بقى مع بعض بقى وحبايب. لكن قبل المدفع سب بقى وما تخلينيش طيب تالت حاجة وهي شارعنا بعد الفطار. انا ما كنت قايل لك بقى شارعنا قبل الفطار، لا خليني اقول لك بقى ايه شارعنا بعد الفطار. انا بكون ماشي في ساحة بابجي، والله العظيم كأني ماشي في حرب عالمية تالتة. الصواريخ طق طق وسلك بقى وبتاع ونار بقى. انا ما بقولش ان انا ما بعملش كده، انا بعمل لكن مع اصحابي كده ايه في شارع او محدش يشوفنا. لكن صاروخ تحت رجلي اتنطر من مكاني ليه؟ استفدت ايه انت لما تفزعنا كده؟ بحس نفسي ان انا خلاص بقى في الهكسوس جم على مصر خلاص. طيب يا عزيزي، رابع حاجه وهو في اتنين من جنس البشر. تمام، النوعين دولت بيظهروا في رمضان بس. اول نوع هتلاقيه منزل لك الساعه 3 العصر 2 الظهر، يقول لك ينزل لك كوبايه ميه كده ويقول لك انت مش عايز تشرب. يجيب لك برجر بقى وفراخ بقى ويقول لك مش عايز تاكل. يعني انت فاكر نفسك بتضحك يعني؟ ولا انت كده ضحكتنا وانت بقى اللي مفيش منك اتنين؟ هو ايه يا حبيبي؟ يعني انت مش صايم يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا. طب تاني نوع من جنس اللي بيظهروا في رمضان بس دولت، النوع بقى اللي تلاقيه ايه، النهارده اول يوم رمضان، بكره هيكون تاني يوم رمضان. يعني خلاص احنا النهارده في تالت يوم رمضان، تلاقيه منزل لك بقى النهارده تالت يوم رمضان. لا يعني يا صاحبي انا مش اكيد يعني 5 يوم رمضان هروح انزل اصلي العيد. يعني ما انا عارف والله وبستنى الشهر ده. ما اكيد يعني مش انا مش ضايع، انا مسلم على فكره زيك. انت بتقول لنا ازاي يعني بجد؟ النهارده تالت يوم رمضان، يا نهار ابيض، ما كنتش اعرف كده. يا حبيبي في ايه؟ ما احنا عارفين. طيب خامس حاجه، هو صاحبي تلاقيه بيتفرج على الفيديو ده. ما ينفعش انا وصاحبي نكون مع بعض قبل الفطار. ما ينفعش نتقابل مع بعض في رمضان. هو هيفطرني وانا هفطره، احنا الاتنين ما ينفعش نتجمع مع بعض في رمضان. ده بجد والله. فان شاء الله ايه ربنا يهدينا كده. طيب عزيزي كل سنة وانت طيب، ومن قلب الجنرال قريب، وان شاء الله اشوفك على خير. وده كان فيديو النهاردة. ما تنساش تصلي على النبي بسرك وتوحد الله، وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم.